اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا روتين جامد جدا في أوضة الولاد، فظيع كده. روتين كده تقومي تشجعي تشوفي الفيديو ده كده تشجعي وتقومي تعملي أوضة ولادك. والله أوضتك أنا بصراحة في اليوم دوت أنا عاملة حسابي عند أكل ما طبختش، يعني لو على قد التسخين، لأن الأوضة خدت مني من بعد الظهر لما القرب أذان المغرب. ما يغرقوش الحبة الدقايق اللي احنا بنحطهم في الفيديو ده، لأن بصراحة كانت عندي من زمان ما عملتهاش، وحبيت بقى انضفها كويس عشان نفرش السجاد وننضفها بقى تنظيفة عميقة للشتا كده. ان شاء الله بقى ايه تستنوا سلسلة فيديوهات جامدة من النظافة والحاجات ديت، هتعوزوها كتير. انا كده نضفت الشباك الاولاني، ده شباك تاني. انا عندي في اوضه الولاد شباكين اتنين، ده شباك تاني ده برضو فتح على الشارع، هتشوفوا دلوقتي هفتحه. قومي بقى شجعي كده وشوفي الروتين جامد كده ازاي. انا كده شعلقت فوق الدولاب، بس نصيحة ما تسيبيش ظهر الدولاب بتاعك من غير فرش. شوفوا بقى الحتة اللي انا حاطة فيها ورقة الجرنان اهي، انا بحط ورقتين فوق بعض، ورق الجرنان ورق الكرتونة. عندي ممكن انت ربنا مقدرك وجايبة مشمع له تبقى حاجة جميل، هتشيليه تغسليه وتنضفيه وترجعي تحطي تاني. لكن انا بصراحة مش في امكاني، فبحط ورق جرايد من اللي عندي. اتصرفي من اللي عندك، وفي اقل حاجة بتقضينا وبتقضي نفس الغرض. انا بحط ورق جرايد، ورقة الجرنان بشتلها، يعني بشيل دي بقى خلاص كده ما بفرشهاش تاني، بشيلها اطبقها وارميها في الزبالة، وبحط ورقة تانية كده. بقى بمسك فوق ظهر الدولاب كمان، ده استنوا، ده انا خليت الأوضة دي، انا بقول لولادي لو حد عمل فيها حاجة هو يعني همسكوه كده هرسكم، لان انا بصراحة تعبت جدا جدا في الفيديو ده. تعبت بمعنى كلمة تعبت بقى وخلاص، لأن حركت الدولاب من مكانه ونظفت أوضة الولاء، يعني نظفتها وطلعت الشتوي وعينت الصيفي، وعملنا حاجات كتيرة في الفيديو ده. خليكم معايا وشوفوا ايه رأيكم في الفيديو، ويا ريت كومنت حلو منك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا كل جديد. الفيديوهات اللي جاية قوية جدا، تنظيفات بقى وحاجات، عشان ايه هنفرش السجاد من البرد وننضف اوضنا كويس، نفضل طول الشتاء ما نجيش نتغرق يوم في البرد ولا الكلام دوت. تنظيفة بقى من اللي قلبك بيحبها طول الشتاء، تقعد عليها طول الشتاء بقى، ما لا تشيلي مرتبة ولا تحب تدوري على حاجة بقى كده، تبقى ايه فرشتك نظيفة وحطتك نظيفة كده. انت عارفة ومتأكدة انك فرشة سجادك وعاملة تبقى حتتك نظيفة كده ومية مية ان شاء الله. شايفين بقى انا بعمل ايه؟ مش محتاجة ان انا اشرح يعني. انا كده شلت المراتب حطيتها على سور البلكونة عندي، وكده عملت اللهم صل على حضرة حبيب وعليه افضل الصلاة والسلام. كده بقى بشيل البطاطين انا عندي بغسلها وبحطها كده، بلفها في الأكياس اللي عندي ديت وبعينها. الحمد لله مش الأرض عندي يعني متسخة الاتساخ اللي هو اللي قوي، بس إلى حد ما يعني إيه متوسخة، مش هنقول برضو نضيفة قوي. كده مسكت النجفة بتاعتي بالمقشة برضو، حاولت أنضفها نزل التراب. ما أنا كده بقى إيه خلصت ظهر الدولاب الأول قبل ما أشيل المراتب، ونضفت الشبابيك وكله. قلت بقى عشان لما أشيل المراتب أكنس مرة واحدة والتراب كله بقى ينزل على الأرض، ما اشتلش بقى ايه حاجة في المراتب. مسكت برضو نضفت المراتب بتاعتي تنظيفة حلوة وهي على السراير، ورجعت بصراحة لان انا يعني بعملها انا وبنتي، فقمت رايحة بقى ايه فاصلة الكاميرا ومطلعهم كده على سور البلكون. كده بقى بشد السراير كلها هيت، هشد السريرين هم كلهم ايه، هم سريرين اتنين انت هتتعملي فيها، كانش أوضة نضفتيها دي، معلش هبلة مش مشكلة، تاخدوش على كلام. مسكت بقى
ظهر السراير كده نفضته. شوفوا انا قلبت السرير ازاي. ما تخافيش بمفك ولا بمسمار وهترجعي تربطيه تاني هيبقى زي الفل، ما تقلقيش. اعملي الحاجه وما تخافيش منها. ما تقوليش مثلا لو عملته كده لا ده هيتكسر، لا ده مش عارفه، لا ولا هيتكسر ولا هيصوب اي حاجه. انا قلبته اهوت عشان انضف وراه وانضف الحته حواليه واعرف انضف الحته كويس اهو. وهعمل التاني كده برضو، حتى لو ما جاش معاكم في الفيديو هعمله كده برضو، امسكه برضو اقلبه كده عشان اجيب حواليه، لان هو برضو انا مش عارفه اكنس حواليه كويس. مش تعرفي تكنسي حواليه كويس الا لما تعملي كده. كده انا بقى طلعت ده كده التراب اللي طلع من الجوانب، وهرجع برضو اشقلبه نفس الشقلبه بتاعت التاني وامسحه برضو وانضفه. استنوا استنوا، طولوا بالكم، هتشوفوا مواهب دلوقتي. المواهب. وغسلنا الجدران ومسحنا السراير بالمية والدولاب. فيديو فظيع، فيديو جميل جدا. تشجعي بقى كده وما تشوفيه تقومي قايمة جري. تقومي قايمة جري كده ماسكة الحتة بتاعتك مخليها مراية. ريحة النظافة أصلا انت اما بتعملي كده وتشمي ريحة النظافة في الأوضة، انت بتبقى عايزة تجيبي الأوضة التانية والتالتة معاكي وانت بتعملي، لأنك انت مش شجعة وما تعمليش الكركبة ديت ومعاكي أطفال، يعني ما معاكش يعني ولادك في المدرسة ماشي، ولادك راحوا الدروس ماشي، لو ولادك كبار يساعدوك ما فيش مشكلة. لكن أنا بصراحة يعني بنتي مش كبيرة قوي فعادي مطنشاها شوية. شفتوا بقى هنزل كل حاجة في الدولاب لأنه هحرك الدولاب من مكان. هي ده عندي يا جماعة تنظيفة الشتاء، أنا بعملها كده على طول. دي عندي أساس بعملها كده في الشتاء دي بالذات، إن أنا أحرك الدولاب. بجيب بقى من وراه كتير لان هو طبعا هو مهوش سهل تحريكه فما بحركوش كتير. ممكن اعمل السراير كده لكن الدولاب ده ما بحركوش كتير بصراحة عشان برضو منه ما يبوش ومنه ما بقدرش، لاني بحاول افضيه كله. لان انت ما تقدرش تهزي كده وهو في حاجة واحدة. بتفضي هدومك وهدوم ولادك وتفضيه كله بيبقى خشب بس، ويا ريت بتحرك معاكي. بيبقى تقيل جدا، بيبقى تقيل رسخة كمان مش تقيل بس، بيبقى تقيل قوي. شو بقى التراب ده اللي انا نفضته من فوق اللي هو كان على ورق الجرنان والورقة الكرتون اللي انا كنت حطاه. معلش في اللقطة دي كانت الكاميرا قريبة قوي فالتراب يعني ايه رغوش عليها جامد، ما خدتش بالي معلش. في الحتة دي كان التراب بقى يعني الأوضة مني كنت قافلاها عليا فالكاميرا قامت ايه عاملة قوي من التراب، فخدت بالي بقى رجعتها لورا شوية عشان الايه التراب ما يجيش عليها قوي. كده بقى رحت اجيب جردة للمسح بتاعي عشان نشتغل بقى. كده انا بقى كنت نزلت شوفوا الهدوم انا راكناها في جنب اهي، ودي بنتي معايا في الأوضة. دي بقى ديتول على كلور أبيض على كلور ألوان، وشم ريحة النظافة بقى. مسكت جدران الأوضة كلها خليتها فلة، حتى ولادي كانوا قاعدين كده يعني مشخبطين على الحيطة. جبت الأسفنجة وخليت الجدرة كلها ما شاء الله. أنا ما بعلقش ستاير في أوضة الولاد بصراحة ولا في أوضتي. هو أنا عندي الستاير في الأنتريه والصالة بس، ما عنديش أكتر من كده. حتى ظهر الدولاب مسكته شفته باسمها ايه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بالمساحة. شوفوا اهو كل ظهر الدولاب ده كان كله تراب برضه، مهما تقولي لازم بيبقى في تراب. دي برضك نفس الطريقة بقول لا خل ايه كلور ابيض على كلور الوان على ديتول. مليت البخة دي ومسحت بقى، ما انا قلت لكم انا فضيت الدولاب كله عشان اقدر احركه واقدر اكنس وراه. مسكته بقى فضيته كلاته كده عشان اقدر احركه، ما انا ما اقدرش عمري ما اقدر احركه وهو في هدوم. مسكته بقى وقلت اما اطبخه بقى من جوه كده عشان ريحه النظافه كمان تبان فيه، والولاد اما يحطوا فيهم هدومهم تبقى الاوضه ايه نظافه وعطيب نظافه كده وريحه حلوه. حتى ما عتقتش وشه اهو شفتوا. كل ده عملته مسكته برضك من وشه كده
بس بصراحة ما قدرتش اطلع فوق ظهره تاني واعمل كده. بصراحة مش هنكذب واقول انا عملت ظهره كده برضو، لا، انا جبت بس ورق جرايد تاني بدل اللي انا شلته رميته وعملته كده وحطيته على ظهره. فدوت بقى ايه، مسكته بقى مسحته كله كده، وهرجع برضو مش هسيب طبعا مية على الخشب. رجعت مسحته تاني كلاته بالايه، بالفوطة او بحتة. بس انا بصراحة مسحت بحاجة قطن، اسفة طبعا، مسحت بحاجة قطن عشان تلميلي التراب وكل الحاجة اللي على الخشب. ما ينفعش الخشب يتحط على مية. بس انا عشان انا حاسة ان الأوضة طربت اول ما شديت ظهر الدولاب، فكان ورا كتير حسيت ان الأوضة طربت. فانا عملت بقى الحركة دي. بس والله نظفت ظهر الدولاب. شوفوا اصلا الدولاب بقى يلمع ازاي، يعني الدولاب فعلا لمع شكله. شوفوا بقى هوريكم الاتساخ اللي طالع، واحنا كمان حاطين عليه يعتبر المية. هوريكم القماشة او الفوطة اللي كانوا في ايده، شوفوا عملوا ازاي، كلها بقت تراب. بصراحة القماشة بسكوتوا نضفته بصراحة. دوت اهيت. وده برضو الجنب التاني كنت انا بقى كده زقيت الدولاب، مسحته ونضفته ورصيت في الهدوم الولاد تاني طبقتها. بس قلت بقى ان انا هجيب لكم كل حاجة بعمل في الأوضة، الفيديو هيطول معاك قوي، عشان برضك ما تزهقش من الفيديو وانت بتتفرج عليه. شكرا لتفاعلكم على الفيديوهات اللي انا بنزلها. شكرا على كل حد بيكتب لي بصراحة كلمة جميلة وكلمة بتسعدني، حتى لو الكلمة ديت يعني بسيطة وسهلة، بأمانة بتسعدني جامد وبتفرحني قوي. شكرا لكل حد يعني حط لايك واشترك في القناة، بشكره جدا جدا جدا. اخواتي وحبايبي اللي ما يعرفونيش ولا نعرفهم، كل ما هنالك ان احنا يعني سامعين حس، يعني انتوا سامعين حسي بس من ورا التليفون. بجد بشكركم كلكم. ما تنسوش بقى تقولوا لرفقاتكم ولاصحابكم عشان يشتركوا عندي في القناة. ده لو انت حابة، ده لو انت حابة او حابة اسلوبي او حابة طريقتي، طريقة تنظيفي، طريقة طبيخي. ده حاجة تشرفني وحاجة تسعدني جدا 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 ان انا الاقي اخوات وناس محترمة زيكم، وناس بصراحة فوق الخيال. كده بقى خلصت الحيطة خالص 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 خالص. كده جبت الحيطان كلها بتوع الأوضة. قلت بقى همسح واروح اغدي للولاد بصراحة، لان كنت اتأخرت جدا وكنت هلكت خلاص بقى ما عنديش قادرة. دي بقى كانت اخر حاجة بعملها، ان انا بمسح السراير. كده بقى هروح اغدي ولادي الاول وارجع افرش، لان بصراحة كده كنا بقينا قرب المغرب وولادي جاعوا قوي، جعانين يا ماما جعانين يا ماما. قلت لا، على ما الأوضة تنشف وجدرانها تنشف وتحت السراير ينشف، عشان أنا بحط حاجتي تحت السراير، إيه أخلص الأوضة الأول، يعني أغديهم الأول وبعد كده أعمل براحتي. ما خليتش حتة في الأوضة ما غسلتهاش. رخرة تدخلوها دلوقتي تشموا ريحة النظافة جميلة جميلة جميلة. مفيش أحلى من النظافة. يا أنا تعبت يوم، مش هقولكوا ما تعبتش، بس حاجة خلصت منها. عارفة إن ولادي نايمين في حتة نظيفة، عارفة إن حتتي نظيفة وحلوة. أي حد دخل لي، أي حد من أصحاب ولادي جوم دخلوا أوضتهم، تبقى أوضتهم نظيفة وحلوة. ما يلاقوش مثلا بقع على الحيطة، ما يلاقوش كذا، لأ. عودي نفسك، ولادك هيطلعوا نضاف، ولادك هيطلعوا شاطرين تبع ما انت بتعودي ابنك. انا مسكت بقى، شوفوا البلاط عن نفسه، انا بحب امسح بالطريقة دي، كلور ابيض وكلور الوان، ديتول بقى، خل، اي حاجات برضك من اللي هي، بس انا بحب الديتول بصراحة. ريحة الديتول بتبقى حلوة كده، عاطية بنظافة حلوة. كده بقى انا كنت غديت الولاد واتغدينا بصراحة. دي بطاطين بقى ومفارش، ما يعني مش مستعملها دلوقتي، فقلت بقى ايه ارصها تحت السرير. دي ايد بنت على فكرة اللي بتعمل لكم اللايك دي.
هرص بقى الواح السرير وارجع لكم تاني على طول. شفتوا في ثانية. يا ريت اللي انا عملته ده كله كان يخلص في وقت الفيديو. يا لهوي، ده كان النفر عمل الشقة كلها مش الأوضة بس. انا بمسكهم بصراحة أوضة أوضة، مني ما بتعبش ومني ببقى واخدة راحتي. ما اقدرش اعمل الاوض كلها مع بعض. انا مثلا عملت اوضه الاطفال النهارده، ممكن افوت يوم، ممكن لو قادره بكره اعمل اوضه النوم بتاعتي بكره، ممكن اعمل الانتريه، ممكن مثلا الم فرش الستاير مع مثلا مع فرش الانتريه. يا لهويان، حد ينجدني يا جماعه، حد ينجدني من اللوقه اللي انا فيها. الكلام ما بطلعش، الكلام ما بطلع. فرش الانتريه ممكن اغسله حاجه في حاجه كده، ممكن تيجي على ما تيجي بقى تفرشي الشقة بتاعتك كلها من السجاد وتحسي ان انت خلصتي، تبقى شقتك بقى 100 كده خلصتي. لكن انك تستني وتقولي هتعملي كل يوم واحد، منك هتتعبي، منك مش هتقدري تنضفي الحاجة كويس. شوفوا بقى الحفا ديت، الحفا دي بصراحة جميلة، حبيت اوريها لكم معايا. هي وشين، ممكن تغطي بها كده وممكن تغطي بها كده، شكلها حلو قوي. وهنشوفها من دلوقتي على السراير. دي الدفايات ده عندي بصراحة مش شارياها، بس قلنا بقى نطلع الدفايات لاجل الولاد يتدفوا. دي وشاش بس، دي خداديات كده، بس انا ما بحطش على سراير الولاد خداديات بصراحة. هو كل عيل له المخدة بتاعته وخلاص، ما بحطش انا وشاش خداديات على سراير الولاد. بحس ان هي بتدي زحمة كده وملهاش لازمة. هو يا دوب السر بيبقى واخد العيل او الطفل او الشاب مرة واحدة وخلاص. وعلى كده هي شغلانة، هي هنفضل بقى نضيق لهم السراير كمان. شوفوا بقى اما تفرش بان شكله اكتر، شكله جميل شيك جدا وشكله شيك بصراحة. بس انا ده كنت فرشاه غلط، انا رجعت عدلته على فكرة، انا رجعت عدلت ده تاني، ما سبتوش كده. لا، رجعت عدلته خالص تاني ورجعت بقى نزلت ديت لما فرشت بقى. هي دي بتاعتهم، دي بتاعت الأوضة ديت، أنا بفرشها فيها على طول. على ما ربنا يفرجها نبقى نجيب لهم سجادة يعني جديدة حلوة تقيلة شوية عندي، لأن دي اللي هي الكمبيوتر العادية بس بتقضي الغرض وماشية مع مع أوضة الولاد وخلاص. كده بقى كنت خلصت وخلصت. كده بقى أنا بوريكم إن أنا كده خلصت كله. كده فرشت سرير العيال ودخلت الترابيزة وفرشت السجادة. كده بصراحة كان الفيديو بقى. شفتوا بقى اللمعة بتاعة الدولاب؟ متنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. كده بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كده بقى بقول لكم باي باي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بإذن واحد احد. يلا باي باي، مع السلامة.